فترة المراهقة هي بتبقى أكتر فترة أنت متخبط فيها، وده بسبب إنك مكونتش شخصية كاملة ومعندكش المبادئ الثابتة اللي توجهك وتعرف إيه اللي يناسبك وإيه لأ. معظم المراهقين بيبقى انجذابهم أكتر لحتة الروشنة والشخصيات اللي تبان كول ومشهورة، فكانوا بيستمدوا منها شخصيتهم. لكن في الفترة دي أنا لاحظت إني بنجذب أكتر لأي حاجة ليها علاقة بالدين. كنت بفرح جدا لما أعرف أي معلومة جديدة في الدين، بفضل رايحة جاية أقولها حتى لو مفيش مناسبة تستدعي كده. في وقتها بقى كان في مسلسل طالع اسمه خطوات الشيطان، وعلى الرغم من ان سني كان صغير لكن كنت بحبه جدا. واول حاجة عملتها لما النت بقى متاح وكده هي اني كنت بدور عليه على اليوتيوب، مع اني لما كبرت لقيت ان في حاجات كتيرة جدا تعدت معايا حاليا. تلعب مزيكا؟ شوية. المهم كنت فاكرة جدا البرومو بتاع المسلسل، في حتة كده كانت البطلة بتقول للبطل بس الدين في القلب مش في اللبس. فهو قال لها دي جملة الرقصات. وده كان تمهيد لشخصيته اللي المفروض كانت فاهمة الدين غلط ومتطرفة ومتشددة وتوكسيك وهي كانت المفروض شخص متزن وجميل وفاهم الدين صح. ففضل مترسخ في دماغي ان فعلا الدين في القلب، وبدأت اسمع الجملة من كذا حد بس وصلوها لي بطريقة مختلفة. الدين في القلب اللي يقصدوه هو ان مش مهم شغلانتي، مش مهم انا بقول ايه، مش مهم انا بعمل ايه، مش مهم انا بشرب ايه وبسمع ايه، المهم ان الدين في القلب. ايه ده؟ وفعلا كان تقريبا 3/4 الناس اللي سمعت منهم الجملة دي كانوا رقصات. بعدين كبرت وفهمت ان الجملة دي ما هي الا حيلة دفاعية بيستخدمها من هم اكثر عرضة للنقد بسبب ما يظهرون من سلوكيات وافعال لا تتناسب مع الدين والعادات والتقاليد. طب ازاي بقى؟ لقاء تلفزيوني مثلا وتقول المذيعة ظهرت بلبس غير لائق وده ضايق الناس، ظهرت في مكان غير لائق بصحبة أشياء غير لائقة فتعرضت للانتقاد من جمهورك. يبدأ الشخص ده يتعصب جدا ويقول تعرف ايه الناس عني ولا عن حياتي، يعرفوا ايه عن علاقتي بربنا، وبعدين بقى على فكرة بقى ايه الدين في القلب. عارفين النقطة دي، نقطة الدين اللي بيتكلموا عنها بيبقى قصدهم عن ايه؟ وما تسألونيش عرفت ازاي. بيبقى قصدهم على نقطة التصدق، اللي هو خدي يا حاجة الكارت بتاعي وعدي عليا النهاردة، أو التبرع لجمعيات خيرية ما. ودي طبعا كلها حاجات جميلة، لكن مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تقولي بيها انك مسلم. الزكاة ركن مهم جدا من اركان الاسلام، وبيها ربنا هيبارك لك في مالك وبيتك، لكن ما تقدرش تقول انها الاسلام كله. زائد انهم لما بيعملوا كده ما بيقولوش انها زكاة، لا بيقولوا انها اعمال خيرية، ودي حاجة بيعملها مشاهير هوليوود وبوليوود واليهود كمان. طب انت اعرفك ازاي من وسطهم؟ اقدر اشاور عليكي ازاي من وسطهم واقول انك مسلم؟ انت عارف الجملة دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن يبقى واحد اصلا حياته متبهدلة، لا صلاة ولا عفة ولا غض بصر، بس فيه كذب وفتنة ونميمة وصحبة فاسدة، ويبقى بيعمل كل ده ومتضايق وعارف انه ماشي غلط من جواه، فتظهر سيادتك وتقوله مش مهم اي حاجة، المهم ان الدين في القلب. فيقول خلاص طالما انا متضايق اني بعمل كده ومش مبسوط يبقى الدين في قلبي وانا كده في السليم. انا مش ضد الجملة، انا ضد المعنى الخطأ اللي بيحاولوا يوصلوا بيه معنى الجملة. انت عارف امتى يبقى فعلا الدين في القلب؟ تعرف ان الدين في القلب لما تلاقي واحد ساب كل اللي في ايده وقام علشان الاذان. تعرف ان الدين في القلب انك تلاقي واحد في وسط الهيصة والزحمة اللي بقينا فيها صايم اثنين وخميس. لما تلاقي واحد على الرغم ان دخله تحت المتوسط ومع ذلك حريص على الزكاة. لما تلاقي صوت جواك قبل اي خطوة تاخدها يسألك ده حلال ولا حرام. لما تلاقي واحد مش خايف من الغلط عشان خايف حد يشوفه وهو بيغلط، لا ده عشان اتعود يستشعر مراقبة ربنا ليه. لما تلاقي كله فتح عيونه على المعصية وهو قفلها، طهارة لنفسه ولبصره، واقف وقال الحقيقة كلها وما خافش من العواقب، لأنه كان عنده حاجة أكبر يخاف منها، خاف يكتب عند الله كذابة. ولما تيجي تسأل نفسك ليه وازاي ممكن حد يعمل كل ده، هتعرف ببساطة ان هو ده فعلا اللي الدين في قلبه. الدين لو في القلب هينعكس على كل حاجة فيك، هتبان في كلامك الطيب، لبسك المريح للبصر، تركك لمجالس النميمة، غضك لبصرك، عفتك لنفسك ولقلبك. هي دي فعلا الحاجات اللي لو لقيتها في حد هتعرف ان الدين في القلب.